الله وبركاته. منورة ست الكل. الله يخليك، ده نورك. احنا الصوت ممكن يبقى أعلى من كده سنة ولا أنا اللي موطي السماعة؟ لا أنا تمام. أنت هنا، أنت منورة. اهلا يا نور. حبيبة سكر والله. منورانا أستاذة هند. الله يخليك. السلام عليكم جميعا. منورين في حكايتك معايا. مع عمل والله الهول. بص. بص يا باشا، احنا الفقرات اللي عندنا أول فقرة اسمها حكايتك إيه؟ هنتكلم شوية عن شغل حضرتك، وكده كده تمام. احنا تقريبا الحلقة كلها هتبقى في التخصصات بتاعتك. ان شاء الله. تاني فقرة هنتكلم في حكايتك مع التيك توك، ودي مش هتاخد مننا غير أربع خمس أسئلة ان شاء الله. بس. وبعد كده في فقرة الهنتوسة. فقرة الهنتوسة دي هتبقى فقرة ميكس بقى، هنتكلم فيها عن الأبراج، هنتكلم فيها عن حاجات اجتماعية، عن الحب، عن الارتباط، هنتكلم فيها عن حاجات برضو إيه هتخص مجالات حضرتك، بس إيه من بعيد شوية. ماشي. تمام، يلا بينا نبدأ ولا عايز تعملي حاجة؟ سعيد، لا انا معاك، انا حتى عامله كوبايه الشاي بلبن بتاعتي وجيت. ألف عنها. الله يعينك. أول فقرة هي حكايتك إيه؟ فإحنا هنبتديها بالسؤال المعتاد، حضرتك من فين؟ وقول لنا الحالة انا الاجتماعية. أنا هسأل حضرتك الأسئلة وأقعد ساكت عشان تجاوب براحتك. حضرتك طيب. من انا فين؟ والحالة الاجتماعية والتخصصات إيه؟ اتفضل. من مصر القاهره. انا اجتماعيه سنجل. التخصص انا اصلا اخصائي اجتماعي وصحه نفسيه، تمام. لايف كوتش وثيرابيست، ده طبعا التحديث الجديد للاخصائي النفسي والاخصائي الاجتماعي. اللايف كوتشنج والثيرابيست. وجمعت كمان ما بين مجال التغذيه العامه والعلاجيه فيما يخص الصحه النفسيه والجسديه. تمام. وطبعا موضوع قراءه الخريطه الفلكيه بتاع الابراج، تحليل شخصيه. اخدت الاسترولوجي من جانب النفسي، مش توقعات، مش جاي لك مال في الطريق، مش عارفه مين هيتجوز مين، لا ماليش دعوه بالحاجات دي كلها. او شوفي لي مثلا دول ينفعوا مع بعض او دول ما ينفعوش مع بعض، النقط دي بتبقى حساسه شويه. توقعات انا ماليش فيها، تاروت ماليش فيه. انا ببقى عامله زي السبوت لايت، انا بنور لك اشياء معينه على جوانب شخصيتك انت بتسمعها بطريقه جديده. ممكن تكون في حاجات انت عارفها وغافله عنها، لما تسمعها بشكل جديد انا هنا زي ما تقدر تقول كده ايه، بنقش جوه الشعور. حلو كده. بص بقى، في حاجة معرفش ممكن تناسب حضرتك، وإن شاء الله هتناسب حضرتك. احنا مش هنمشي بالترتيب، لا لا يعني مش براحتك. هنمشي مثلا ناخد موضوع كله، لا احنا هنروح كده شوية وهنرجع كده شوية، يعني هنلعب افضل. مع بعض لعبة حلوة. تمام. افضل. تمام. هنخش في الجد بقى على طول. ماشي. كلنا بنسأل نفسنا سؤال: هو انا ازاي اعرف نفسي؟ فحضرتك ممكن تجاوبين على السؤال ده. اعرف نفسي ازاي؟ او اي حد من ازاي اللي اعرف بيسمعونا نفسي؟ يعرف سؤال نفسه حلو قوي. ازاي؟ اول حاجه انك انت عايز تعرف نفسك باي شكل، يعني على حسب. يعني اصل هقول لك على حاجه، في حد انا عايز اعرف نفسي، عايز اعرف قدراتي، عايز اعرف امكانياتي، عايز اعرف انا اقدر على ايه وما اقدرش على ايه، عايز احدد اهدافي. فاعرف نفسي علشان ايه؟ او من اي وجهه نظر، من منطلق ايه؟ كتصنيف، كنمط شخصيه، ولا كقدرات وطاقات، ولا كاهداف؟ يعرفها عن نفسه. يتعرف على النمط الشخصيه بتاعه ونقاط قوته ونقاط ضعفه ومدى قدره تحمله، ومحتاج يعمل ايه علشان يتم تيسير حياته بصوره سهله شويه، او تيسير العقبات اللي في حياته. يعمل الحاجات دي ازاي؟ بالتجربه. التجربه خير دليل، خير برهان. يعني النهارده اما اجي اقول لك شيل ال 100 كيلو دول، طيب فانت تمام. هتيجي تشيل 100 هتلاقي نفسك مش قادر. طب جرب ال 80 هتلاقي نفسك مش قادر. طب جرب ال 70 هتلاقي نفسك مش قادر برضو قوي. لحد ما توصل لمثلا مقدرتك على شيل وزن معين، هتعرف قدرتك في الحته دي. طب انت عايز تبقى اكتر من كده، عايز توصل لل 100، طب هعمل ايه؟ ايوه طبعا. هبدا اتدرب، هبدا اهتم بالجوانب اللي توصلني للهدف المنشود ان انا اشيل ال 100 كيلو.
وابقى عارفه طب هاخد بس وقت قد ايه وانا في اي ليفل. مثلا لو حابب اعرف نفسي، انت حابب تعرف عن طب نفسك حلو. انت عصبي، انت عندك مرونه في قبول فكر الاخر، الموضوع كبير قوي. كلمه اعرف نفسك دي كلمه كبيره وواسعه وشامله وعميقه قوي. بص، عشان ما اقولش حاجه على لسان حضرتك، فانا هسال حاجه على لسان حضرتك لسه قايلاه. ان انا كده المعنى بتاع حضرتك ان انا المفروض اخد تجارب كتير عشان اوصل للتجربه او اوصل للحاله اللي انا عايزها، صح كده؟ يعني في حاله ان انت عندك عقبه او مشكله مش عارف تتخطاها، فانت التجربه هتثبت لك، هتعرفك انت ايه بعد ما تخوض تجربه او امتحان او موقف ما، ولقيت نفسك فيه خسران، لقيت نفسك متألم. ما انا بقول لك المجالات كتير، على اي اتجاه؟ على الاتجاه الاجتماعي، على الاتجاه الاسري مثلا داخليا، على الاتجاه النفسي، انت في حاجه مضايقاك موتراك، انت في حاجه وجعاك مخليك بتتصرف بغضب مثلا زياده، فين؟ ولا في الاكل والشرب فين؟ ولا في المزاج؟ ولا انت مثلا الناس المجموعه اللي حواليك قليله مش بيستحملوا يقعدوا يتكلموا معاك كتير، او مثلا بيملوا عايز اعرف فين المشكله. فمن هنا بنبدا نحدد انت عايز تعرف نفسك ازاي في اي موقف، في اي حاله، في اي تجربه. بيبان بقى لما يكون في مشكله بتتكرر معاك، فتعالى بقى نشوف المشكله دي بتتكرر بسبب ايه، انت دورك ايه فيها. طب لو انا عايز اعرف مشكلتي النفسيه ايه من غير ما اخد التجارب اللي حضرتك قلت عليها دي، يعني انا دلوقتي لما انت مثلا تكون عندي. لما تكون في حاسس انك انت في مشكله، انت حاسس ان في مشكله. لا، انا عامه انا مش بسال اسئله شخصيه. ما انا فاهمه، ما انا بتكلم برضو ردا على لو حد مثلا جالي وبيسالني السؤال ده، انت حاسس ان في مشكله؟ لو مش حاسس ان طب في مشكله مثلا يبقى انت. ممكن نعمل تيست بسيط، يعني ممكن نعمل التجربه دي عليا انا. ماشي. يعني انا دلوقتي مثلا عايز اعرف ايه مشكلتي النفسيه. ايه انت الاسئله اللي حضرتك هتسالها لي؟ انت كده بتجيب حاجه في المجهول. الاسئله اللي انا هسالها لك، اول حاجه ممكن ابص على التحليل الشخصيه بتاعك واقول لك الموضوع ده عامل لك مشكله ولا الدنيا ماشيه تمام. اشوف عندك في يعني مشكله واقفه معاك ولا لا. تيجي نعمل تحليل شخصيه. ما بدري كده ولا كده كده هنعمله؟ كده كده ما انا هنعمله. فاهمه. تمام. اصل كون كل واحد فينا غالبا عارف هو فيه ايه الامور اللي هي عنده فيه نقط ضعف ومش عارف يتخطاها، بس محتاج حد يساعده انه يبدا ازاي، يبدا منين. حلو. هنيجي للحته دي قدام شويه وهنطبق المثل عشان الناس اللي معانا تفهم. هنطبقه ماشي. عليا انا، بس هتستوري عليا ان شاء الله لو في حاجه كده. ان شاء الله. منتشر قوي. كل ما تيجي تكلمي حد يقول لك مكتئب، انا تعبان نفسيا، انا الدنيا جايه عليا. بيبقى عايش حاجات كده. ايه الفرق بين التعب النفسي العادي اللي هو انسان مجهد نفسيا، وايه معنى كلمه اللي الناس بتقولها وهي انا متاكد ان 80% 90%، مع ان النسبه كبيره ما يعرفوش يعني ايه اكتئاب، بس هم كلمه بيقولوها بيطلقوها وخلاص. لما الاعراض بتاعت الخمول وفقدان الشغف واللامبالاه والاهمال تعدي اكتر من اسبوعين متواصل، لما الاعراض تفضل مستمره، سوء المزاج، عدم القدره على انجاز المهام اليوميه، اللامبالاه، يا اما الارق الشديد او النوم الشديد مثلا كتير كهروب، آم، العلاقات مش قادر اتكلم واخد ودي مع حد، مش عارفه اندمج مع الصحبه اللي كنت ببقى مبسوط بيها. لما الاعراض دي تستمر فتره اكتر من اسبوعين، لا هنا في حاجه، هنا انا عايزه اعرف فيه ايه. ببدا بقى طب اراجع يعني ايه المشكله اللي مر بيها، ببدا اراجع طبيعه اكله وشربه والنمط اليومي بتاعه، ببدا اراجع هل في مشكله او صدمه او تجربه نفسيه او اجتماعيه مر بيها فيها خذلان، فيها حزن، فيها غضب، في حاجه ما عرفش يعبر عنها، في حاجه عجز ان هو ياخد عنها رد فعل وما تصالحش معاها، حاجات كتير. التعب النفسي العادي ده بيبقى جاي بناء على ايه؟ فتره مؤقته مشكله وبشتغل على حلها، مجرد ما بتخلص اذا زال السبب زال العرض. ساعات بنتخنق مره واحده من دون اسباب. يعني ساعات مثلا انا ببقى قاعد قدام، انا بقى هرمي المثل ده على شخصي انا.
ساعات ببقى قاعد والدنيا جميله ومبسوط وبيتي زي الفل والاهلي كسبان وقاعد مع صحابي والحياه حلوه فوق الوصف. فجاه كده اطلع البيت امسك موبايلي الاقي نفسي داخل في مود، عارفه الاقي المود اللي بتاع الناس اللي لسه مفركشه، اللي هو واحد وبتاع، وانا ما فيش حاجه. يعني انا ما فيش مثلا موقف حصل معايا يخليني اوصل للحته دي. ده بيبقى بناء على ايه او جاي من ناحيه ايه؟ التقلبات المزاجيه ليها اسباب كتير. اول حاجه كلمه امسك موبايل، كتر الزخم، من كتر حاله الادمان لمسك الموبايل، من كتر ما انت كل شويه عمال تتفرج على ريلز كتير، حاسس انك انت ممتلئ من غير لازمه. اتكلمت كتير، درجه من درجات سحب الطاقه مع بعض اصحابك، مع بعض التجمعات، قفلت. مم. وكمان مش هغفل الجانب الغذائي، مش هغفل النظام اليومي. ما نمتش كويس، عندك ارق، ما دخلتش في نقطه الاستغراق من النوم. آه، بغض النظر يعني، مش بغض النظر، جنب كل الامور دي كلها والاسباب اللي انا قلتها، في حاجه الناس بتغفل عنها. قاعد مبسوط وجواك طاقه حلوه، اتعاملت مع حد الصبح طاقته زفت، يرمي بلاء عليك، قاعد يندب، قاعد يشتكي كتير. قفلك، بجد قفلك. دي جامد حاجه صح. لوحدها. فمجرد انت مش واعي، هو مش طاقتي، انا ما كنتش متضايق. انا شفته نكد عليا، قرفني، سود لي العيشه واللي عايشينها والحياه، وقال لك بس ده نهايه العالم غدا. يعني العقل الباطن واعي لكل ده، بيخزن، بيطلعه على جثتك بعد كده. حلو. يا جماعه شيروا وكبسوا. هل طبيعي ان الانسان يبقى عنده تقلب مزاج؟ يعني الانسان الطبيعي هو اللي مزاجه بيتقلب، ولا الانسان العادي، ولا الانسان يتصنف ايه اللي مزاجه متقلب؟ التقلبات المزاجيه بسبب اشياء كتير، منها لو احنا خدنا في اعتبارنا حالات التقلبات الجويه معانا، اللي هي التقلبات الجويه اللي ما بين الفصول، ما زي الخريف وفي الربيع، دي في نفس الوقت بتعمل تقلبات مزاجيه. طيب التردد او الحيره بين امرين، انا مش عارفه اختار مين معانا. طيب قله النوم او عدم النوم الجيد الصحي معانا. طب شرب القهوه الكتير، كافيين كتير معانا. الاكل اللي كله سكريات وكله درجه من درجات اللحوم المصنعه والصوص والبلاوي اللي بتتاكل، اللي انا ما بسميهاش اكل وملهاش علاقه بنعم ربنا معانا. قله الحركه معانا. النمط اليومي واستهلاك السوشيال ميديا كتير. انت ممكن تقول لي انا ممكن اكون قاعد فجاه مبسوط، كتر الاخبار السلبيه اللي بتشوفها والحاجات اللي بتخنق، زي ما قلت لك ان في حد يجي يرمي بلا عليك ويشتكي كتير معانا. انت بتتكلم في باكج على بعضه كده. حلو ده. منورين جميعا يا جماعه. اوقات بنحس كده مش تقلب مزاج بقى، اوقات بنحس ان احنا عايزين نعيط. يعني اوقات بيجي لك شعور كده بينك وبين نفسك ايا كان، كلهم معانا يا دينا ما تقلقيش. اوقات بنحس ان المزاج مش المزاج بقى، اوقات بتحس ان نفسك عايزه تعيط بدون اسباب، تحس ان انت مخنوقه، تحس ان انت فايت بيكي، بتحس اللي هو طب انا عايز اعيط ليه؟ ليه اعيط؟ وانا ليه مشاعر، بقى ليه؟ حنين مدفون، فقدان شعور معين مش موجود وانت مطنشه وهربان منه، مش عايز تبص عليه بقاله فتره، هاجمك فجاه. الشعور في حد مش موجود فقدته. آه، الجو برضو، بعض الروائح، بعض العطور، بعض الشيء اللي انت حاسس بيه بس بتهرب منه، مش عايز تواجه نفسك بيه، فبيطلع في شكل الحزن او ان انا حاسس بحاجه ناقصاني، انا مش عارف ان انا، هي مش موجوده معايا وانا محتاج لها قوي، ومع حد توفى وانا مش عارفه ارجعه. شعور بالعجز. شعور ان العمر عدى من قدامك وانت حاسس بدرجه من درجات ان انت ما انجزتش او ما حققتش الشيء اللي انت محتاجه. صديق فقدته، حد غدر بيك ما خدتش مثلا حقك منه بعد فتره، فبتفتكر انك انت متألم. الحاجات دي كلها متراكمه في اللاوعي يعني. طب اسال حضرتك سؤال، هل ايوه تينو، العلاج النفسي مفيد فعلا؟ العلاج النفسي، في فرق بين العلاج الشعوري. العلاج النفسي من ليه يعني نواحي كتير. اول حاجه الطبيب خريج كليه الطب البشري ده بيكتب الادويه،
ده بيعمل التحاليل والاشعاعات وبيشوف الكيمياء بتاعت الهرمونات اخبارها ايه، كيمياء الدم، كيمياء المخ اخبارها ايه، المواقع العصبيه شغاله صح ولا لا. هو اللي بيكتب الدواء، ودي اخر حاجه بنوصل لها او لو في حاله فعلا ضروريه. طيب العلاج الشعوري او علم النفس وعلم الاجتماع شغالين على ايه؟ شغالين على السلوك، الافكار، الحس، رابع حاجه واعمق حاجه الجذر بقى، الشعور، البؤره اللي هو السبب في كل ده. منها بنبدا تدريجيا درجه درجه، لان لو عالجنا السلوك بس فالافكار هتفضل تهاجمك، يقول لك هاتوه امسكوه ادوا منوم خليه يتخمد عشان ما يفوقش تاني يفكر افكار سلبيه، اديله مثلا صدمه كهربائيه عشان كل ما تجيله الفكره دي يفتكر ده انا بتعور مش هعملها مش هفكر مثلا ده. ايوه فطبعا صح. كل المرحلات والمراحل دي مش هي بيت القصيد. بيت القصيد في الشعور نفسه لازم يتحل. اهلا يا جاسبر. ثانك يو، شكرا يا بص، عفريته. هسأل حضرتك سؤال وبعد كده هرجع لسؤال تاني على إجابة ده، بس عشان إيه أفكرك، عشان لو أنا نسيت حضرتك تفكريني. هل المفروض لو رحت لمعالج، مش أخصائي، دكتور نفسي، هل لو أنا رحت لدكتور نفسي عملت جلسة نفسية، هل لو ما ارتحتش من أول جلسة أغير الدكتور، لا ولا هل لو ما ارتحتش من أول جلسة المفروض أعمل إيه؟ لا، الدكتور النفسي زي ما احنا اتفقنا اللي هو الطبيب اللي هو بيكتب الادويه، تمام. الاخصائي النفسي والاخصائي الاجتماعي لو ما خدش درجه الدكتوراه مجازا زي الصيدلي بتقول له يا دكتور، طبيعي، يا كوتش يا دكتور على حسب. انت على الاقل تدي نفسك على الاقل مم. تشوف الدنيا رايحه فين. طب بلاش 5، 3 جلسات هتبدا تستشعر ان في راحه، ان في شيء حسن معاك بعد 3 جلسات بالظبط. ادي نفسك فرصه، لان مبدئيا كده اول جلسه بتبقى جلسه تعريفيه. احنا بنتعرف على شعورك، بنتعرف على افكارك، بتعرف عليك انت عايز ايه. انا ممكن اقول لك على حاجه انت ايه ده، انا مش جاي اسمع الكلام ده، عجبني الكلام ده، رفضه، وتتعصب وتغضب، ترجع لي تاني. طب نستنى نشوف احنا وصلنا لايه، تبدا بايه، اطلع من جواك الحته اللي انت المفروض عايز تفكر فيها وتحط ايدك عليها. مسكتها، مسكت طرف الخيط، طب ده انت كده بدانا بدايه حلوه قوي. يبقى بقى درجه درجه، مرحله مرحله لحد ما توصل للهدف بتاعك، لحل المشكله. حلو أوي. طيب بالنسبة لناس كتير قوي بقت بتتاجر في كلمة لايف كوتش، ناس كتير بقت بتتاجر في كلمة معالج نفسي، ودخل علينا مسمى جديد. المسمى ده موجود غالبا في آسيا وفي شرق آسيا بالذات، المعالج الروحاني. مم. بس دي كلمة بقت منتشرة عندنا في مصر بقالها فترة كبيرة. ممكن تفرقي لي؟ أنا عارف إن أنا سألت 3 أسئلة مرة واحدة، بس أنا بحب أسأل عشان تاخدي راحتك في الكلام، كلنا نستفاد طيب يعني. طبعا لو انا بدات من تحت لفوق هقول لك معالج الروحاني بتندرج ناحيتها حاجات كثيره قوي، منها المغربيه لجلب الحبيب ورب المطلق. مبدئيا انا مش مع الحته دي، يعني حتى لو حد عنده جزء روحاني، اصل كلمه روحاني بقت عامله زي مطاطه، انت حط فيها اي حاجه، اي صح. حاجه في رغيف وكل خلاص شكرا. صح. اما بالنسبه لكلمه لايف كوتش فهو مسمى يعني طبعا انتشر معانا، شكرا يا جاسم، وبقى واسع قوي. عشان ما اظلمش حد، ان في بعض الناس اللي عندها الموهبه، عندها القدرات، ما درستش مثلا في كليه من الكليات اللي مختصه زي مثلا خدمه اجتماعيه، انا خدمه اجتماعيه جامعه حلوان، في طبعا اداب علم نفس، في تربيه علم. طيب ده بيبقى هو مر بتجربه قويه جدا، اصبح ملهم، اتعلم من الدرس بتاعه، لم الادوات، وبالتالي بعد كده اخذ كورس او دوره تدريبيه بدات معاه هو فعلا شاطر. فانا ما اقدرش ان انا اقول للبني ادم ده انك انت، لا لا، اخذ الدوره بتاعته التدريبيه، اخذ المهارات بتاعته بناء على خبرته الشخصيه، بناء على درجه وعي. يعني دايما انا بقول ان الكوتش الناجح اللي هو عارف بعد ما فهم المسميات والتدريج والمراحل كلها، اكتر كوتش اللي هو فعلا عدى من على حلقه النار. انت شفت كده اللي بيعدي هو عدى من يعني على ايه؟ حلقه النار.
يعني يعني ايه؟ هو خاض تجربه او اتنين او اكتر من كده، انضجته فكريا واعيه، بقى واعي للي بيقوله، بقى فاهم، بقى بيفكر بره الصندوق عنه. فده بيبقى حد. وفي طبعا دارس، وفي اخصائي لا يفقه شيء، ما عندوش الكاريزما ولا القبول ولا اللغه اللي يعرف يبقى سهله يوصلك بيها الفكر، ولا اللغه ولا المفردات اللي يعرف يضغط بيها على الاماكن او الزراير بتاعت المشاعر. اللغه بتاعت التواصل هي اهم شيء، الطريقه، الاسلوب، البساطه. يعرف يخطفك كده، يخطف ذهنك وقلبك وعقلك، يعرف كده يمسك المعلقه الادوات بتاعته، ادواته كبيره. فانا ما اقدرش اظلم. لكن في بعض الناس التانية اللي هو ايه، التسويقيه بقى، الترويجيه بقى، اللي هو انا يعني اللي هو التصوير، المونتاج، التسويق، ادفع، يفبرك سيناريو ويعمل مكالمه ويخلي حد يكلمه. انا ببقى قاعده شخصيا عامله كده، منقوطه، مش هنكر ان انا ببقى منقوطه، بس عايزه اقول يعني ان اللي بيتقال مش منطقي، وان اللي كاتب لك السيناريو عشان انت توجه، انت اوكي، انت تمام، انت عايز تعمل، انت عامل نصيحه حلوه للكل، ولكن نسبه الزيف فيها واضحه. يعني هتعدي من على مجموعه، لكن في مجموعه تانية مش هتعدي عليها، بتبقى واضحه في الحكايه. وطبعا يتعمل بقى الاستوديو والمايك، انت فاهم، عقبالنا ما نعمل الحاجات دي ان طبعا. شاء الله. نفسي اعملها يلا. يعني، مش منتظرها. تمام ربنا بجد، يوفقك يا لانها رب. بتفرق جامد جدا. امين يا رب. بتبقى لطيفه جدا، وبتنجح الموضوع. القصه نجح كلها محتوى اكتر. جوهر في التبادل بقى معاه، وانت قاعد معاه، وانت بتسمعه، وانت بتكلمه. مهمه جدا. هل هو صادق، هو مخلص، فهو انه عايز يحل لك، ولا اخد الكشف وما توجعش دماغي، انا عملت اللي عليا، السلام عليكم. بتفرق، سواء بقى خريج ولا دوره تدريبيه بس، بتفرق بقى هنا. انا بجتهد معاك، انا بديك من جوايا، بديك من طاقتي. انا ببقى مثلا بعد ما اخلص جلسه واثنين وثلاثه ببقى خلاص، شكرا، مفيش بقى طاقه، انتهى بقى خلاص. يعني ايه تفكير زياده او التفكير الزائد؟ الاوفر ثينكينج، عارف كده بالمثل يب. البلدي كده، اللي هو قطته جمل، اللي هو في نمله قرصتني، تعالى بقى انا عايزه اعرف النمله دي جت منين، والنمله دي ليه، النمله دي موتراني، طب النمله دي لو تكاثر دي هتوقع عليا البيت، النمله دي هتاكل العمود، النمله دي لازم انا اشوف حل، لازم اشوف اهل عيله النمله دي مثلا. فاللي هو خلى النمله بقت فيل. وده بقى برضو الاوفر ثينكينج، هو ماشي جنب اللي جنب مع اضطراب القلق والنوم، اضطراب النوم. فبالتالي لو استمر، هرجع اقول تاني، اكتر من اسبوعين، دخل في 3 اسابيع، يبقى في مشكله. يبقى انت هنا بتضغط نفسك وبتتعب نفسك بنفسك، انت كده في مشكله معاك، وده هيؤدي مع مرور الوقت لانهيارات كتيره قوي، رشاد منها طب. الجزع، التشتت والنسيان والعصبيه والغضب والراحه، وارتفاع هرمون الكورتيزول في الدم لفترات طويله، وكل ده غلط. حبيبي يا سمير، منور. طب اعمل ايه لما مثلا انا مش مريض بالاوفر ثينكينج، او مش عندي الموضوع ده زياده، بس انا عندي مواضيع كتير بتخليني افكر كتير، او بتخليني اتسحل كتير في الموضوع، حبيبي يا سمير والله. مم. ومزاجي بيتغير، بتضغط اكتر، نفسيتي ما بتبقاش احسن حاجه. بس ده بسبب مثلا ايه، عندي مشكله او بعض المشاكل جم في وقت واحد، او بعض الطاقه السلبيه مع مشكله جم في وقت واحد. بيبقى باكج كده، ساعات بتحس ان في باكج جاي لك. اتعامل باكجين. ازاي؟ ايوه صح كده. اتعامل ازاي بقى عشان كلنا نخرج من الحاله دي، او ايه الخطوات اللي ممكن اتبعها مع نفسي، او انصح بيها غيري ان هو يتبعها عشان يخرج من الحته دي؟ نجدولها، الاهم يعني ثم المهم. يعني ابدا اشتغل مع مشكله مشكله، وبالراحه، وعلى قد اليوم 24 ساعه، هنام منه 8 ساعات، يبقى كام؟ بقى 16. بقى 16. على قد ال 16 ساعه بتوعي دول، انا اشوف ايه المطلوب مني والمفروض ان انا اقوم بيه خطوه خطوه. ما افكرش في بكره لما يكون في مشاكل كتيره وضغطه بالمنظر ده، كون ان انا هفضل احسب احسب احسب. على فكره دي مشكله معايا، انا نفسي بحاول اسيطر عليها، التفكير في القدام قوي، على البعد. بس الحمد لله احسن كتير عن زمان يعني. الحمد اخليني في لله. النهارده، اخليني في النهارده، ابقى متوكله على الله، ومتيقنه بان الله هو حسبي ونعم وكيلي.
حسبي الله ونعم الوكيل، انت هتلاقي مين حسبك وسندك ونعم وكيلك اكتر من ربنا. فانت بتعمل اللي عليك، عندك يقين ونعم انها بالله. تتحل، انت بتسعى عشان تحلها. فبناخد خطوه خطوه، بتبدا تهدى، هتبص تلاقي ان كل ما خطوه بتتحل انت بدات تفك. تمام، المشكله دي خلصت. فانا عايزه اعمل، يعني مثلا عندي مثلا ايه، مثلا في حاجه في الكهرباء بايظه وحاجه في السباكه وحاجه في البيت فانا قعدت وقفت كده، هحس بشلل وعجز كلي، انا مش عارفه اعمل حاجه. طيب ما نبدا واحده واحده، نمسك اول حاجه واسهل حاجه نخلص منها، وبعدين نخش على اللي بعدها، وبعدين نرتاح، احنا انجزنا وعملنا اللي علينا. بالتالي اللي هو ايه، لو خرجت بره الصوره كلها ونفض الهموم دي كلها من على كتافي، الدنيا هتبقى ابسط كتير واسهل. في سمير تحت اللي هو لا، طول ما بيقول انا عايز 8 انجز ساعات. طول ما انا انجزه هجيب. نعم. 8 ساعات عمل، 8 ساعات للراحة، 8 ساعات لما تبقى من واجبات عليك. هل الحسبة دي ممكن تبقى صح؟ أو هل الحسبة دي ممكن تبقى مريحة؟ نسبيا، بتختلف من شخص لاخر، نسبيا. هبقى كذابه لو قلت لك يعني هو من 7 ل 8 ساعات نوم، تمام، ده يفضل، ده كويس قوي يعني. افرض انت عندك طاقه اكتر، في ناس بتنام اقل سنه، وفي ناس بتنام ازيد سنه، في ناس بتنام 9، في ناس بتنام 6. تاني حاجه، انت محتاجك ايه؟ ما انت ممكن تكون النهارده انا تمام، انا عندي الطاقه بتاعتي او البطاريه بتاعتي شحنه فل، فهعرف اعمل اكتر من كده، مش محتاج الجزئيه دي لنفسي النهارده. في يوم تاني لا، انا محتاج افصل، انا مش هقدر اتكلم مع حد، انا مش هقدر اسمع حاجه، انا عايز اعمل ريستارت، انا عايز اعيد شحن البطاريه بتاعتي، عايز اعيد شحن طاقتي، عايز اقعد في هدوء واركز وابعد عن كل شيء عشان ابقى تمام. فده بنحتاجه طبعا جدا وفي كل المجالات. لكن اللي داخل في عجله وطاحونه ده ما بيفصلش، هيقع، ما بيرتاحش غير لما يقع ويرجع تاني. طب وليه تسيب نفسك تقع؟ ليه تدمر نفسك؟ ما بهدوء. طب هسأل حضرتك سؤال، هل القاعدة بتاعت 3 تمانيات دي لو الإنسان عرف يطبقها على نفسه تبقى أفضل ليه؟ ما سبتش جزء لنفسك، انت قلت والثمان ساعات اللي هم رقم 3 عشان اقوم بالواجبات والمهام اللي عليا. طيب انت فين؟ نسبة الزيف فيها واضحة، يعني هتعدي من على مجموعة، لكن في مجموعة تانية مش هتعدي عليها، بتبقى واضحة في الحكاية. وطبعا يتعمل بقى الاستوديو والمايك، انت فاهم، عقبالنا ما نعمل الحاجات دي ان طبعا. شاء الله، نفسي اعملها يعني، مش منتقدها. تمام ربنا بجد، يوفقك لانها يا رب. بتفرق جامد جدا، امين يا رب. بتبقى لطيفة جدا وبتنجح الموضوع. القصة نرجع كلها المحتوى أكتر. جوهر في التبادل بقى معاه، وانت قاعد معاه وانت بتسمعه وانت بتكلمه، مهمة جدا. هل هو صادق، هو مخلص فهو انه عايز يحل لك، ولا اخد الكشف وما توجعش دماغي، انا عملت اللي عليا السلام عليكم؟ بتفرق، سواء بقى خريج ولا دورة تدريبية بس، بتفرق بقى هنا. انا بجتهد شكرا. معاك، انا بديك من جوايا، بديك من طاقتي. انا ببقى مثلا بعد ما اخلص جلسة واثنين وثلاثة ببقى خلاص شكرا، مفيش بقى طاقة، انتهى بقى خلاص. يعني إيه تفكير زيادة أو التفكير الزائد؟ الاوفر ثينكينج، عارف كده بالمثل اللي البلدي كده، اللي هو قطته جمل، اللي هو في نمله قرصتني، تعالى بقى انا عايزه اعرف النمله دي جت منين، والنمله دي ليه، النمله دي موتراني، طب النمله دي لو تكاثت دي هتوقع عليا البيت، النمله دي هتاكل العمود، النمله دي لازم انا اشوف حل، مش لازم اشوف اهل عيله النمله دي مثلا. فاللي هو خلى النمله بقت فيل. وده بقى برضو الاوفر ثينكينج، هو ماشي جنب اضطراب القلق والنوم، اضطراب النوم. فبالتالي لو استمر، هرجع اقول تاني، اكتر من اسبوعين، دخل في 3 اسابيع، يبقى في مشكله. يبقى انت هنا بتضغط نفسك وبتتعب نفسك بنفسك، انت كده في مشكله معاك، وده هيؤدي مع مرور الوقت لانهيارات كتيره قوي، منها رشدته. الجهاز العصبي، التشتت والنسيان والعصبيه والغضب وعدم الراحه وارتفاع هرمون الكورتيزول في الدم لفترات طويله، وكل ده غلط. حبيبي يا سمير منور. طب أعمل إيه لما مثلا أنا مش مريض بالأوفر ثينكينج، أو مش عندي الموضوع ده زيادة، بس أنا عندي مواضيع كتير بتخليني أفكر كتير، أو بتخليني أتسحل كتير في الموضوع حبيبي يا سمير والله. مم. ومزاجي بيتغير، بتضغط اكتر، نفسيتي ما بتبقاش احسن حاجه. بس ده بسبب مثلا ايه، عندي مشكله او بعض المشاكل جم في وقت واحد،
او بعد الطاقه السلبيه مع مشكله جم في وقت واحد. بيبقى باكج كده، ساعات بتحس ان في باكج جاي لك. اتعامل باكجين. ازاي؟ ايوه صح كده. اتعامل ازاي بقى عشان كلنا نخرج من الحاله دي، او ايه الخطوات اللي ممكن اتبعها مع نفسي او انصح بيها غيري ان هو يتبعها عشان يخرج من الحته دي؟ نجدولها، الاهم يعني ثم المهم. يعني ابدا اشتغل مع مشكله مشكله وبالراحه وعلى قد اليوم. اليوم 24 ساعه، هنام منه 8 ساعات، يتبقى كام؟ يبقى 16. يتبقى 16. على قد ال 16 ساعه بتوعي دول انا اشوف ايه المطلوب مني والمفروض ان انا اقوم بيه خطوه خطوه. ما افكرش في بكره لما يكون في مشاكل كتيره وضغطه بالمنظر ده. كون ان انا هفضل احسب احسب احسب، على فكره دي مشكله معايا انا نفسي بحاول اسيطر عليها، التفكير في القدام قوي على البعد. بس الحمد لله احسن كتير عن زمان يعني. الحمد اخليني في لله. النهارده. اخليني في النهارده ابقى متوكله على الله ومتيقنه بان الله هو حسبي ونعم وكيلي. حسبي الله ونعم الوكيل. انت هتلاقي مين حسبك وسندك ونعم وكيلك اكتر من ربنا. فانت بتعمل اللي عليك، عندك ونعم يقين انها بالله. تتحل. انت بتسعى عشان تحلها. فبناخد خطوه خطوه بتبدا تهدى. هتبص تلاقي ان كل ما خطوه بتتحل انت بدات تفك شويه ضغط. تمام، المشكله دي خلصت. فانا عايزه اعمل يعني مثلا عندي مثلا ايه، مثلا في حاجه في الكهرباء بايظه وحاجه في السباكه وحاجه في البيت فانا قعدت وقفت كده، هحس بشلل وعجز كلي، انا مش عارفه اعمل حاجه. طيب ما نبدا واحده واحده، نمسك اول حاجه واسهل حاجه نخلص منها، وبعدين نخش على اللي بعدها، وبعدين احنا انجزنا وعملنا اللي علينا. بالتالي اللي هو ايه، لو خرجت بره الصوره كلها ونفض الهموم دي كلها من على كتافي، الدنيا هتبقى ابسط كتير واسهل. في سمير تحت اللي هو لا، بيقول طول ما انا عايز 8 انجز ساعات. ولا انجز نعم. 8 ساعات عمل، 8 ساعات للراحه، 8 ساعات لما تبقى من واجبات عليك. هل الحسبه دي ممكن تبقى صح؟ او هل الحسبه دي ممكن تبقى مريحه؟ نسبيا، بتختلف من شخص لاخر. نسبيا. هبقى كذابه لو قلت لك يعني هو من 7 ل 8 ساعات نوم تمام، ده يفضل، ده كويس قوي يعني. افرض انت عندك طاقه اكتر، في ناس بتنام اقل سنه وفي ناس بتنام ازيد سنه، في ناس بتنام 9، في ناس بتنام 6. تاني حاجة، انت محتاجك ايه؟ ما انت ممكن تكون النهاردة انا تمام، انا عندي الطاقة بتاعتي او البطارية بتاعتي شحنة، فهعرف اعمل اكتر من كده، مش محتاج الجزئية دي لنفسي النهاردة. في يوم تاني لا، انا محتاج افصل، انا مش هقدر اتكلم مع حد، انا مش هقدر اسمع حاجة، انا عايز اعمل ريستارت، انا عايز اعيد شحن البطارية بتاعتي، عايز اعيد شحن طاقتي، عايز اقعد في هدوء واركز وابعد عن كل شيء عشان ابقى تمام. فده بنحتاجه طبعا جدا وفي كل المجالات. لكن اللي داخل في عجله وطاحونه ده ما بيفصلش، هيقع، ما بيرتاحش غير لما يقع ويرجع يبدا تاني. طب وليه تسيب نفسك تقع؟ ليه تدمر نفسك؟ ما بهدوء. طب هسأل حضرتك سؤال، هل القاعده بتاعت 3 تمانيات دي لو الانسان عرف يطبقها على نفسه تبقى افضل ليه؟ هي كويسه جدا. ما انت قلت ايه؟ بس خلي بالك انت في الثلاث تمانيات اللي قلت عليهم ما سبتش جزء لنفسك. انت قلت والثمان ساعات اللي هم رقم 3 عشان اقوم بالواجبات والمهام اللي عليا. طيب انت فين؟ فين الجزئيه بتاعتك؟ في ال8 ساعات بتوع الراحه. النوم. طيب هاخد منهم بقى. طب وانت صح، بتاعك فين؟ روحك، مشاعرك، احساسك. انت محتاج ايه؟ عايز تعمل ايه لنفسك؟ على الاقل هيبقى يوم في الاسبوع، يوم كل اسبوعين يا سيدي. لو مش هتبقى كده يبقى على الاقل ساعتين في اليوم ليك، خدهم لنفسك، ارتاح فيهم، ارتاح. طب ماشي. مع ان انا بقى ايه ما بحبش اتسحل مع الكومنتات، بس انا ايه الكومنت اللي بيبقى تبع الموضوع ما باخدش فيه. طب انا كنت هروح على حته تانيه، بس هو سمير قال حاجه هنا بالنسبه لل8 ساعات. قال لك 8 ساعات الاخيره هي ضمن الواجبات اللي عليك لنفسك. ما مش هياخد لنفسه 8 ساعات بالكامل، كتير كتير. ما هو ال8 ساعات الواجبات. دي هيبقى فيهم بقى حل. ما هو من الواجبات اللي عليك دي منهم ساعتين مثلا هيريح فيها نفسه، منهم 3 ساعات، منهم 5 ساعات، كل واحد براحته. ومن ضمن دول هيحاول يحل المشاكل بقى ويحاول يعمل المتطلبات بتاعة الحياة. يتواصل. خلص شغله ونام خلاص فبقى 8. فممكن أقعد ساعتين استجمام، وال6 ساعات تانيين أحل فيهم مشاكلي، أو صح ولا إيه؟
ما انا بقول تمام، يعني ما دي نسبي. انت مرتاح في ايه؟ لو النظام ده ماشي عليه ومريحك وانت تمام كده وفل مش محتاج حاجه. طب في حد عنده مشكله، تعالى شوف انت بتعمل ايه وقول لي يومك ونظامك، وقول لي ايه الحاجه اللي تعبك ومضايقاك وعايزين نتغلب عليها. يعني خلي بالك، حتى المدارس، حتى الاستشاري بتاع الارشاد الاسري واللايف كوتش والثيرابيست، مدارس كل واحد ليه طريقه هو بيعرف يشتغل بيها، بتختلف عن الاخر. وانت بتقرر تحت مع مين. الموضوع ده جاب معاك نتيجه وارتحت، انا تمام، احنا مكملين. فبرضه على حسب كل واحد وادواته، كل واحد وطبيعه بيئته الاجتماعيه ونظام اسرته ومسؤولياته اللي مسؤول منها، الناس اللي مسؤولين منه والناس اللي هو مسؤول منهم. موضوع برضه بيختلف نسبي. مثلا ضروريه، ولا حد في امن، ولا حد دكتور نسا، ولا دكتور ولاده. دلوقتي انت مش هتنام. ده دلوقتي هتعمل ايه؟ نداء الطبيعه يلبي. صح. فبتختلف من شخص لاخر. ازاي احب نفسي بجد؟ يعني لو جالك مثلا ايه، مش واحد كبير وواعي، جالك مثلا واحد عنده لسه مراهق او في فتره المراهقه او ما قبل المراهقه، قال لك لو سمحت قولي لي ازاي احب نفسي، هتقولي له ايه؟ اعرف الاول، اعرف الاول هو ما بيحبش نفسه ليه. تاني حاجه، الاب والام كانوا بيعاملوه ازاي؟ هل هم فعلا كانوا بيحبوه وحس ان هو مرغوب فيه، ولا كان في تعنيف باستمرار، ولا كان في رفض؟ لان الطفل ده عادي. لو هو شعر، يعني الشخص البالغ ان هو طفل، لو حس ان اقرب ما اليه اللي هم ربنا جعلهم سبب في حياته كانوا رافضينه من الاول. دي مشكله كبيره جدا. ليه ما بتبقى ام وحامل وهي عندها رفض للطفل اللي في بطنها؟ الطفل ده من هو جنين في بطن امه عارف الشعور ويستقبله، وعنده صدمه من هو جنين انه كان مرفوض، ده متخزن في الذاكره بتاعته. فدي برضو من الامور اللي بنعرف اصلها. دايما انا ماشيه بمبدا اذا عرف السبب بطل العجب. عجب، ايوه. انا اعرف السبب افضل ادور. انا ممكن اقعد، انا مره قعدت مع عميل 3 ساعات، بس 3 ساعات عشان اعرف السبب. يعني لو انا في الاخر فرحت لحد ما اتشهدت عشان اعرف السبب جاي منين. اوب يا ليه عم، بقى؟ الدرجه دي دي حاله الموضوع صعب. انكار، حاله انكار، مراوغه، مش عايز يواجه السبب، يقول اسباب مش حقيقيه، بنعدي، بنفضل له كلمه 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 عشان اقدر اطلع واستخرج من جوه ايه المشكله فيها فين، او ايه المشكله. اما في العموم ازاي الواحد يحب نفسه، ما يجلدهاش كتير، يطبطب عليها، يتكلم مع نفسه فتره ويشوف هي محتاجه ايه. ايه اللي انا محتاجاه النهارده؟ تعالي يا هند، انت ايه مضايقك النهارده؟ ايه حصل؟ طب انت ما عرفتيش تتصرفي في الموقف ده، طيب فيها ايه لما نعديه خلاص ونتصرف تاني؟ انا اتعلمت من الدرس، هعمل كده تاني. طيب انت نفسك في ايه والمفروض انه يتعمل؟ طيب ايه اللي ناقصني وايه اللي انا بعمله غلط وبديه لها غلط بيتعبها وبيضرها؟ طب ما احاول ابطله واوقفه. الوعي، الادراك. لان كل واحد فينا هو مجموعه من الشعور، في حاجه اسمها الانا العليا والانا والهو. فلازم ابقى في انسجام ما بين الثلاثه دول. انت يعني ايه جراحه روح. عاطفيه؟ الجراحه العاطفيه ان انا اقدر اوصلك واوصل لجذر الشعور اللي مسبب لك الالم. دي بيبقى انا ممكن تتعرض لدرجه من درجات الالم اثناء عمل الجراحه العاطفيه بالمواجهه بالصدمه، لحد ما نبدا ان احنا نطلعه من جواك ونرميه بره. شيء مش سهل، شيء صعب ان انا اطلع. عارف كده اللي بيشيل حصوه من على المراره او من على الكلى؟ اه هي طبعا. حاجه زي كده، انا بشيل حاجه موجوده جوه جسمك نفسيه. في شعورك، هي مسببه مشاكل للجسم وامراض جسديه وامراض نفسيه. حلو. طب اسال حضرتك سؤال شخصي، طموحك ايه في مجالك؟ ايه الطموح اللي عندك في المجال بتاع حضرتك؟ ان انا اقدم حاجه حقيقيه وفعليه واسيب اثر طيب، وعلى قدر الامكان اعلم غيري يعرف يساعد نفسه ويساعد اللي حواليه. ان انا ابص على الجيل الجديد ده، لانه فعلا
بيتم تدمير افكاره، بيتم برمجته بصوره على منتشر واسع. اكيد مش الكل هيستجيب بنفس الدرجات، بس ان انا طموحي ان انا اوصل لمرحله اسيب اثر طيب على الارض. يعني انا اتسحلت، يعني انا بدات متاخر في المجال بتاعي، فجاه ببص لقيت نفسي ايه ده الدنيا عماله توسع مني، بس لا اكيد ربنا هيقدرني لان انا قدها. فانا لقيت ربنا مديني ادوات ومديني موهبه ومديني حاجات كتيره جدا جدا بتبقى جميله قوي. طب ليه انا هتحاسب عليها؟ اللي انت لو انت خدت علم وكتمته هتتحاسب عليه. انت ربنا اداهولك بتعمل بيه ايه؟ هل في مصر معترف بالجراحة العاطفية؟ انت لو جيت على اي حاجه معترفه مثلا حكوميا او اكاديميا، مش كل الحاجات، بس كل واحد ليه مدرسته زي ما انا قلت، بدليل الكورسات اللي بقت كتير قوي دلوقتي ما وبيطلعوا شهادات جاوبتنيش ايا بقى. كان هي مش معترف بيها كحكومه او كاكاديمي، ولكن هي موجوده. عدم الاعتراف بيها مثلا باوراق انها مش موجوده، لا موجوده، موجود. طب حد بيستخدمها؟ تعرفي حد بيستخدمها؟ اه الاستاذه نور السمر. مين الأستاذة نور السمري؟ أنا حكيت. حد من الرواد في موضوع الجراحه العاطفيه. وفي حد طب دي تاني بس تخصصها عشان إيه؟ انا دكتورة مثلا؟ ثيرابي، معالج شعور. مين نور يوسف؟ اه هي نور يوسف هي نور يوسف صح بالظبط. كده؟ اه بالظبط، عشان انا اتلخبطت من بالاسماء، انا ما بحفظش اسماء طب كتير، انا بركز في الموضوع. هل الناس دي حضرتك مثلا لو أنا بتعالج معاهم وكلموني في جراحة عاطفية، هل أثق فيهم من وجهة نظرك؟ ما اعرفش، بس اكيد في ناس يعني حققت نجاحات في حالات كتيره قوي ما شاء الله. انا شفت حالات يعني بتقول بتشكر فيها كويس قوي، لكن انا ما اقدرش اوصي بحد. زي ما انا قلت لك كل واحد ليه مدرسته. بس الاستاذه نور يوسف نجحت مع ناس كتير قوي ما شاء الله، ناس كتير. وفي نفس الوقت هي خلقها ضيق في بعض الحالات. يعني انا كتير قوي من بعض العملاء بيجوا انا ببقى عارفه انه مش هيكمل، بالخبره بقى، بالتكرار. انا شخصيا باستخدام الخريطه الفلكيه كاسترولوجي كسمات الشخصيه، ببقى عارفه ان اللي قصادي جاي عشان يقاوح، بس جاي عشان يثبت لنفسه ان هو خد الخطوات وعمل حاجه، خد الخطوات وراح. لكن كل المعالجين عنده فشله. طب انت اصلا ما بتسمعش كلام، انت اصلا حاطط فكره في دماغك متمسك بيها، انت جاي تفرض افكارك على اللي هيساعدك، ده مش صح. فبالتالي بنبقى عارفين مسبقا ان هو مش هيوصل لشيء. خلص. طب حضرتك لما تبقى عارفة مسبقا، هل بتكملي معاه؟ يعني هل بتكملي يمكن إحساسك غلط أو يمكن يتغير أو يمكن أو يمكن اديني أو يمكن؟ بالظبط 3 جلسات، 3 جلسات، وببقى عارف بس عشان ابقى عملت اللي عليا، عشان ابقى انا رضيت ضميري ما قفلتش في وشه الباب، اديته فرصه. اكتر من كده خلاص. 3 جلسات بس. ممكن أسألك سؤال بقى شخصي؟ نفسي حد يجاوبني على الإجابة دي بالتفصيل. يعني إيه لايف كوتش؟ الجلسات اللايف كوتشنج مدرب للحياه، اي تدريب نو، انك اكيد تعرف تعيش. المصطلح نفسه عارف يعني ايه بقى يعني. اصل الناس كتير اي يعني انا اقول على اصل الناس كتير عارفه اللي هو ايه. المقاول بنقول عليه مهندس، اي حد شغال في الموقع بنقول عليه مهندس. طب تعالى بس في هقول لك على مهندس حاجه، واحد. فانا هقول عايز لك على اعرف حاجه مين اللي حلوه يتقال عليه قوي. لايف كوتش ومين لا. هقول لك انت عارف الفرق بين الطعميه والجرين برجر؟ لا عارف طبعا الفرق؟ الاثنين واحد، بس دي بالانجلش ودي بالعربي. طيب الفرق بين الاخصائي النفسي والاخصائي الاجتماعي واللايف كوتشنج هو الفرق ما بين الطعميه والجرين برجر. بس يعني هي بس مسميات عشان نواكب العصر. مسميات عشان تبقى ترند، ومسميات علشان في ادوات مثلا، او في انا يعني في لايف كوتش مثلا. اللايف كوتشنج مرتبط بعلم النفس الايجابي اكتر، واخد من علم النفس الايجابي، فهو ماشي على جزئيه معينه معاك عشان هو يساعدك كدعم يوصلك لهدف. الفرق بين الاخصائي الاجتماعي والصحه النفسيه والجرين، المهم يوصلك لهدف وراحتك. طب ازاي اعرف اللايف كوتش الحقيقي من اللايف كوتش المزيف؟ ما انا قلت لك، او في البدايه لما سالتني ان كل الناس، انا قلت لك ان في ناس بتبقى موهوبه وفعل بالفطره عندها لا انا الموضوع مش ده. عايز من دي، انا عايز اتاكد قبل ما اتعامل معاه.
يعني انا ايه اللي الاكاديميه اساله دراسته، عليه عشان يقوله لي ياكد لي ان دراسته، ده لايف كوتش، ابتدي اتكلم شهاداته، معاه. شهاداته من حقك، شهاداته. وفي بتبقى دورات، اول حاجه شهادته ايه بقى؟ اما خريج علم نفس، يا اما علم اجتماع، يا اما بكالوريوس خدمه اجتماعيه، يا اما تربيه علم نفس. لازم يكون من خريج حاجه من اكاديمي من دول شهادات. اما بقى نجاحه من فشله في الامر وفي في الخط، دي حاجه بقى حسب مهارته وحسب الكورسات وادواته بقى اللي هو بيستخدمها. لكن انت وبعدين هقول لك على حاجه، هو ما فيش مهنه في الحكومه اسمها لايف كوتش. هي بتستخدم في المؤسسات والقطاع الخاص اكتر، علشان زياده الانتاج، زياده التدريب، زياده سرعه الانجاز الوقت والحصول على الهدف، الترتيب، الفاعليه، تخلص من الطاقه السلبيه لمجموعه الموظفين. فهو في كل مجال زي الاخصائي الاجتماعي، او هما الاثنين واحد زي ما انا قلت لك. ليه الناس القديمه دايما مش بتعترف باللايف كوتش او بالدكتور النفساني يعني؟ سؤال الناس حلو قوي. القديمه. سؤال، هقول لك ليه. اخد بق شاي بلبن وارد عليك. الف هنا وانا اخد من بقها، اشمعنى انت؟ زمان ما كانش فيه الوعي ده، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، كان لو حد هيروح لطبيب او دكتور نفساني يقول لك ده اتجنن، ده شيء مرفوض. عندنا في مصر وفي مجتمعاتنا العربيه ومجتمعاتنا الشرقيه مخصوص، المجتمع ده بالذات، احنا الناس كانت عباره عن ايد واحده، كرابطين، كجيران، كاسره كبيره، مش بس جوه البيت، الشارع، الحي. لو في حد جراله حاجه تلاقي الكل بيتلفع حواليه. لو في حد عنده مشكله ممكن يفتح قلبه ويفضفض، ومش هيخاف ايا كان الحاجه ان هو هيجلده بعديها، او ان هو هيروح يفضحه، او ان هو هيذله بمعنى اصح. تاني حاجه، كميه الجهر اللي بقينا فيها في الوقت الحالي من خلال السوشيال ميديا بقت صعبه قوي. سهوله قطع التواصل دلوقتي بقت اسهل. زر بلوك وشكرا، انا مش عايزه اشوفه تاني، مش عايزه اوجع دماغي، انا باقي نفسي بيه. قريب غريب بلوك. اذا كنت انا نفسي اوقات بتصرف كده بلوك، انا مش عايزه صداع. لان بقى بيسهل لك انك انت بتكسر حدودك، بتكسر يعني اداب التعامل، اداب الحديث، اداب التواصل. انت بتلاقي حد مستخبي من ورا الشاشه، انت مش عارف هو لو وقف قصادك في الشارع والله ما يعرف يرفع وشه من الارض، مش هيقدر. فاسهل حاجه مكالمه، تسجيل صوتي، كلام، تعليق سخيف من ورا الشاشه. فبالتالي بقى في حته طاقه من الغضب والنفور اكتر. الناس ما بقتش بتطبطب على بعض، هو كله ماسك في ايده كرباج، وكله بيفكر ازاي يجلد او ينتقد. ما حدش عايز يتقبل عيب حد، لو هو بص على نفسه هيلاقي ان حياته كلها خربانه. هو الاسقاط ده اللي اللي بيحصل. بيخلي الناس القديمه، انا اسف في المقاطعه، هو ده اللي بيخلي الناس القديمه ما تتعاملش مع اللايف كوتش، او مش لا، مقتنعه هي باللايف كوتش، او مقتنعه. هقول لك على حاجه، احنا زمان لما يكون حد زعلان، تعالى يا حبيبي انت زعلان ليه؟ تعالى يا عم ما اكلك اكله كباب وكفته ونحبس بعديها بكوبايتين شاي يروقوا مزاجك. صح؟ كان بيحصل. صح؟ بلاش بيحصل. البيت متضايق وزعلان وكانت في خناقه، رب البيت جاي من بره، الزوجه هعمل لك اكله حلوه وصينيه كيكه من اللي بتحبها تروق لك الدماغ. خلصت وتهون، كانت الناس بتهون على بعض. المعطيات بتاعت دلوقتي من علاقات اجتماعيه ولا رزاز. وانسانيه واكل وشرب، والنمط السريع اللي كله بيجري عايز يلحق ايه، انا مش عارفه بجد. احنا كلنا الحق عشان تخلص كذا، الحق علشان تتوظف، الحق اتجوز، الحق خلف، الحق يعني الحق موت. هي خلاص بقت وصلت للحق موت والله. ليه بلحق ايه؟ انا بلحق ايه يعني؟ مين اللي بيجري ورايا؟ مش عارفه. فده بيحصل. فالناس بتاعت زمان، احنا طلعنا، انا من الناس بتوع زمان، انا ما طلعتش لقيت غير كان هما قناتين، القناه الاولى والقناه الثانيه، ويوم ما فتحوا الثالثه كانت هيصه. وبعد كده الفضائيات بقت الحاجه بقى بقاش ليها طعم، بقى عندك كل حاجه. السوشيال ميديا انت دلوقتي بضغطه زر بتجيب اي حاجه تيجي على بالك، فبالتالي مفيش شغف، مفيش انتظار. معاك احدث حاجه من الاجهزه، معاك الموبايل، معاك العربيه، معاك الاكل والشرب، حتى نمط اتغير، كل حاجه موجوده سهله بتتجاب، وبرده الناس مش بتشكر ولا بتحمد. زمان احنا كنا نقعد عشان
تيجي مثلا الاجازه عشان نتفرج على فيلم، مش هقول لك مثلا هروح المصيف، فيلم، نبقى فرحانين قوي في اخر الاسبوع ان في فيلم هيجي الخميس والجمعه الظهر، نرجع من المدرسه ده في فيلم، الله، ايا كان الفيلم ده، ونبقى فرحانين. دلوقتي ايه؟ ريلز هم نص دقيقه، لو الريلز وصل 3 دقايق يبقى كده كتير، ما اقدرش استحمله، ما اقدرش اكمله. نادر اللي بيمسك كتاب ويقراه على بعضه اجمالا بالمجتمع بالظبط. كله. شوف الفئه اللي بتقرا ممكن يخلص الكتاب في قد ايه، او بيقرا في فتره قد ايه. طب انا الاستهلاك. بحس ان مرحله القرايه دي بتبقى معتمده على المود بتاعنا وعلى على الكتاب اللي بقراه. يعني انا ممكن ادخل مثلا امسك كتاب كده، مش ابقى قاعد كده قاعد فاضي، امسك كتاب اقول اقرا العناوين اللي فيه، اقرا المقدمه، اقرا حاجه، الاقي نفسي قريت منه اكتر من 150 صفحه، ومش عايز اسيب الكتاب بس عندي حاجه، فبناء عليه لازم اقفل دلوقتي، بس ممكن اقراه كله في يوم واحد. وفي كتاب جات لك تاني رغم مفاجاه. شغفي اللي انا عايز اقراه ممكن اقعد شهرين عشان اقرا الكتاب كله. بتعملها كل قد ايه؟ يعني القرايه عامه، او انك تمسك كتاب وتخلصه. اخر مره عملتها ان انا امسك كتاب اخلصه كانت من سنه، من خلصت 11 الكتاب شهر. خلصت الكتاب في قد اه، ايه؟ خلصت الكتاب مثلا في 4 ساعات. كام صفحه؟ 300 حاجه و20، 300 وحاجه يعني. في 4 ساعات كامل؟ واستفدت؟ قعدت اكني بذاكر. استفدت بعد استفدت كده؟ عشان استفدت عشان القصه كانت على هوايه. طيب، فاكرها؟ يعني فاكر اجزاء كتير قوي منها، بس عارفه اللي هو ايه، لو حد سالني على حاجه معينه فيها هعرف ارد عليه. تمام. فاهم قصدي ايه؟ فاكر احداث ان هو كان عايش في حي كذا وبناء عليه راح سافر كذا، وهي بقت في مصطلحات حتى بتبقى في دماغي. هلا مثلا طيب جرب تقرا الكتاب او الروايه اللي انت قريتها دي قبل كده، اقراها المره التانيه وشوف، انت هتكتشف حاجات انت ما كنتش خدت بالك منها وما فيش، مش فاكرها مهما خالص. حصل مهما حصل بيحصل معايا ده. يعني في كتاب بقراه مره واثنين وثلاثه، لو قريته 10 مرات المره رقم 10 هكتشف ان انا ما لقيتش حاجات فيه. ده الفيلم نفسه كده. يعني ساعات بنتفرج على فيلم 3 4 مرات وكل مره نشوف حاجه ده فتحت لي ليه؟ دماغي. اولا اول حاجه، هو مش كله برضو، على حسب. في حد مثلا عنده حته ان هو يقرا الكتاب ويبقى تمام ماشي. كله من اوله لاخره للاخر، اخويا ويبقى والله. خزن حلو قوي وهتلاقي عارف كل تفصيله فيه. وفي حد من كتر برضو نمط الحياه السريع هتلاقي حاجات كتيره بتقع منك، انت عينك ماشيه تمام بس مش مركز. لو نسيت حاجات كتيره واجزاء بعد فتره قليله بعد ما قفلت الكتاب، اعرف انه بسبب الموبايل وبسبب التشتت والحاجات الكتيره قوي اللي بتعملها. عموما القراءه بتحفز القشره الخارجيه للمخ، بتحمي المخ من حاجه اسمها البرين روت. مثلا التعليميه تعوضني عن القرايه. هتديك معلومات وهتخزنها، ربنا مديك حواس كتير للتخزين، منها السمع والبصر والحس والحاجات كتير قوي. ولكن القراءه هتديك صبر، وهتدي دماغك مرونه انك انت تكمل حاجه لاخرها. هتديك مرونه تعرف تتصرف وتعرف تركز، هترتبك اكتر. لكن الفيديوهات التعليميه بعد ما تقفل انت محتاج تعيد مره واثنين وثلاثه احلى ذكر. علشان انك انت توصل للنتيجه دي وعشان ما تنساش. لكن الصبر وانك انت تستوعب بصوره جيده طبعا. طب هل القرايه من الموبايل تفرق عن القرايه من الكتاب او الكتيب؟ النظر والاحساس اللي اتعود على ان هو يضوضاء بعيدا عن اي ترين نوتيفيكيشنز، تنبيهات، اكيد في فرق. انما القرايه من البي دي اف عموما من الاجهزه عشان النظر، عشان الاشعه اللي خارجه. لكن القراءه عموما حلو. راي حضرتك كيف علاقات السوشيال؟ بص، في اسئله هسال حضرتك عليها كهند وهسال عليك عليها كريستاله. حلو كده. ماشي. حلو. هند دي تمام. اللي قاعده انسانه تتكلم معانا عادي. بتفضل كريستاله رساله بقى اللي والله. هي اللي اخده الشهادات واخده
الهنصوصات كلها. ايوه ماشي. يعني ايه هنتوصى قبل ما اقول لك على علاقات. هبقى احكي لك بعد ما تحلليني، هبقى احكي لك، ما انا برضو الحياه عندي هات وخد، وانت عليك كده كده غرامه 3 دقايق، فدي هسيب منيره تحكم عليكي فيها عشان انا ما بعديش حاجه هنا يا دكتور. خلاص ماشي. طيب. علاقات السوشيال بقى عايز اشوفها من منظور حضرتك كهند ومن منظور كريستاله. لما بيكون البني آدم إنسان سوي وطبيعي فعلا، والأمر بيبقى معاه بيتواجد وبيحصل بيتم إن هو أول حاجة ما تلاقيش غير منيرة بتحكم عليا، دي مبسوطة دي فرحانة. لا، أي حد يحكم بس بلاش منيرة. هي أقول لك. منيره، هي معده الحلقه دي معي، وهي هي السبب في هذه الحلقه الجميله. هي السبب في حاجات كتيرة قوي هنرجع لها بعدين. آه، ممكن أنا عندي علاقات بقالها سنين طويلة جدا، دايما لحد دلوقتي، وفي علاقات ما بتاخدش أسبوع، مجرد تصادم في الرأي. علاقات السوشيال ميديا من أي اتجاه، كصداقة أو كزواج أو كارتباط أو كإيه. طب هنا السؤال الاول وبعد كده احدد لحضرتك، هل علاقات السوشيال مش زي علاقات الواقع؟ لو نقلناها من بره للواقع هتبقى تمام. وأوقات كتير قوي السوشيال ميديا بيعمل بيبوظ علاقات الواقع. يعني العملية رايح جاي، سلاح ذو حدين، بيبوظ علاقات الواقع. هل ممكن الارتباط من السوشيال؟ اه ممكن، عرفت ناس كتير قوي اتجوزوا وخلفوا وعايشين ما شاء الله. أم ممكن حضرتك توصلي بعلاقة مع حد من السوشيال ميديا تبقى أقوى من العلاقة بتاعت الطبيعي أو بتاعت الإنسان الطبيعي اللي هو صاحبك أو صاحبتك بقالها زمن؟ مدى الدعم اللي بيتقدم لو انت بتسأل هنا كهند بس كده. مم. اه. في ناس تستحق بجد، في ناس بجد كويسه، انا ما اقدرش ان انا اسود الدنيا في وش الناس واقول لهم لا ما فيش فيه. بس اهم حاجه الحذر، ابقى عارفه انا بتعامل مع مين، تبقى عارف انت بتعامل طب مين، حقيقته على ارض الواقع ايه. طب هنا برضه هرجع لحاجة حضرتك قلتيها، إن هي في علاقات بتاعت واقع أصلا بتنتهي بضغطة زر. علاقات السوشيال برضه نفس الحوار. بالظبط. الرك مش على استخدام الاداه. هل الاداه بتسلط الضوء على نفسيتك، على اضطرابك، بتطلع الاضطراب اللي عندك. لو انت مش مضطرب فهتتعامل عادي جدا. طب يعني إيه أثر حد السوشيال ميديا على حياتك؟ اتفضلي. لا لا حد لا، كملي حضرتك. حد اساء اليه على السوشيال هستحمله ليه؟ اديني مبرر يخليني استحمل حد عباره عن مجرد كاركتر من ورا شاشه انا ما اعرفوش. خلاص، اديتك فرصه مره واتنين عشان ما تخسرش الصداقه، او ما تخسرش مثلا شيء كويس عن تبادل مثلا معرفي عن حد محترم. يعني انا بالنسبه للسوشيال ميديا احب البني ادم اللي هو الطبيعي الواضح المعروف. معروف ده مين؟ يعني انا النهارده دلوقتي هند قاعده قصادك، هند الدالي، هي بتشتغل ايه؟ هي منين؟ معروفه، انا مش مستخبيه ورا شاشه. يعني حتى من اول ما اشتركت في السوشيال او الانترنت عموما انا ما كنتش مستخبيه ورا شاشه، في الارض الواقع زي في الحقيقه، زي اللي من ورا الشاشه واحد. لكن في ناس تانية لا، عندها اضطرابات كتير قوي صعبه، طب بتخبي إيه واقعها. اللي إيه اللي السوشيال عمله في الإنسان؟ يعني السوشيال ميديا أثرت على الإنسان في إيه؟ سلطت الضوء على حاجات كتيره قوي، وعلى اضطرابات كتيره قوي، وعلى سلبيات كتيره، وخلت الناس تستسهل انها تتقلد دور مش دورها. ان في حد عامل لك ان هو انا شجيع السيما ابو شنب بريمه، وفي حد يقول لك انا عارفه مين، وهو في الحقيقه ملوش علاقه بكل اللي بيقوله خالص. وخلت الإساءة بقت أسهل. يعني هقول لك أبسط شيء، أنت بتشوف على أي صفحة من دي صفحات المشاهير، أيا كان هو في الفن في الإعلام أيا كان، بتلاقي كمية من السموم اللي خارجة في التعليقات رهيبة. وهو في الحقيقة ما يقدرش، هو لو شافه هيبوسه وياخده بالحضن. يبقى هنا بيطلع إيه؟ بيطلع الكبت والغضب الغضب الداخلي بتاعه على خلق الله. حتى خلت الناس بقت مستباحه. السوشيال ميديا خلت الناس مستباحه من كل الاشياء، بس خلت ساتر البيوت بره مع المعلن. انت بتجاوبي لي على السؤال اللي جاي، يعني انا لسه هسألك في السؤال اللي جاي، ليه بنشوف كومنتات سلبية
والتحليل النفسي للي بيعملوا كده. فممكن بقى ايه تكملي الاجابه. حالة السخط العامة، التوقعات اللي بقى سقف التوقعات العالي جدا جدا، ان كل واحد باص لعيشة غيره، الناس كلها عايزة تروح الساحل الشرير، الناس كلها عايزة تبقى في ايجيبت، الاسماء اللي سموها دي يعني. الناس كلها عايزة تبقى عندها قصر وعندها الفلوس، جوع للفلوس فقط، مش شايف حاجة. انا شايف حاجات اترسمت، شايف براندز اللي هي البراندات اللي بيقولوا عليها، شايف ماركات، شايف حاجات. انا كده مش حاسس ان البني ادم عشان مش ما بمتلكش الحاجات دي مش معايا. طول ما هو شايف نفسه مش بني ادم طبيعي، طبيعي، بقى عنده اضطراب، عنده مشكله. آه مقاييس الجمال، ان لازم اكون وشي طالع بيرفكت، ما يكونش فيه غلطه، اللي هي البشره الزجاجيه، اللي هو الشفايف اللي بوزها بترين، اللي هو لازم اكون كده تمام، لازم اكون واحده ما عنديش غلطه، ما عنديش كده خط، ده افاتار من الاخر، ما ينفعش ان انا اطلع غير كده. فلما نشوف حاجه اقول اه ايه ده كده يعني. فكل ده طبعا من الامور اللي بتحصل، اللي هي رسمت لك حاله من حالات الشكل التام للبرفكشن. ما فيش حاجه اسمها بيرفكشن، وخلت في حاجه اسمها الاضطراب للكمال او المثاليه. فبالتالي هو فقد استمتاعه بالوقت الحالي، فقد استمتاعه بالنعم اللي معاه، فقد شعوره بالرضا وان هو معاه حاجات مش عند حد تاني، او لو حمد ربنا عليه. فده حاله من حالات الغضب المكبوت باستمرار، والمقارنه، المقارنه، انا عايزه ابقى زي ده، وده عمل ايه عشان يبقى معاه كل ده؟ طب في ناس بتمشي ما بتوزعش كومنتات سلبيه، بتوزع كومنتات ايجابيه. تحس ان حد داخل الله ينور وما شاء الله، وتلاقيه ماشي كده في كل اللايفز. ده مثلا بتبقى عباره عن ايه؟ لو يعني هو زي ما واحد احنا حللنا اللي على طول، بص سلبيه على طول، في ناس تانية بتعمل العكس، تعمل حاجات ده ايجابيه. ماشي، بس لو هو مبالغ فيه او مش طبيعي او مستمر على كل حاجه تستحق او ما تستحقش، او مع اي حد، فهو محتاج الشعور ده، وبرضه عنده اضطراب، عايز يلفت الانتباه، عايز يبقى موجود ويخش جوه مثلا الجروب او يقرب من الشخص ده. وممكن يكون حد عادي شاف حاجه حلوه وقال الله، تفرق، تفرق. وممكن يكون صح. حد فعلا عايز يشجع اللي قصاده، هو شايف ان ده الكلمه الطيبه حسنه او صدقه. فما ينفعش ان انا احكم غير على حسب الفعل، هل هو مبالغ فيه، متكرر من غير لازمه، لازم اعرف. ما انا مش همشي وراك كل ما تقول حاجه اقول لك امين، ابقى انا كده في مشكله معايا. صح. في طاقات طبعا، صح. طبعا. ايه الفرق بين طبعا، الطاقه بتاعت الانثى والطاقه بتاعت الذكر؟ اولا الانثى ربنا وهبها حاجات كتيره قوي زياده عن الذكر. ما شاء اول الله حاجه عليكم. الزينه، ايوه. في الشكل مثلا الجسدي، هو زينها بحاجات مش موجوده عند الذكر، شكلها كده خلاها الحاجه الحلوه كده جميله. تاني حاجة اداها حاجة مش موجودة يعني برضو كبيرة قوي غير الزينة دي كلها، اداها رحم، يعني قدرة على الخلق، يعني على نشر الخير. اداها الطاقة الأنثوية، هي طاقة الإبداع. فدي حاجة من الحاجات اللي فيها العطاء، فيها الرحمة، فيها التعاطف، طاقة الاحتواء. الأنثى المفروض، يعني لو بصيت ان هي ما بتستخدمش قوتها طول ما الذكر موجود. المفروض ده لما يكون ذكر بحق، رجل عارف قايم بدوره الطبيعي الفطري ربنا مديهوله، القوامه، الصرف، السند، الامان، الحمايه، الحفاظ، يخليها مبسوطه، بيعرف يعني بيدور ازاي يسعدها. هو ده دوره الطبيعي، دوره الفطري على فكره، ان هو يخليها ازاي تبقى مبسوطه، وان يوفر لها بيئه كويسه وعيشه كويسه. لما بيحصل العكس دلوقتي، فالدنيا كلها طلعت ونزلت يعني. طبعا يعني احنا عارفين المجتمعات خربانه بتاعتنا ليه يعني. انت حضرتك اتكلمت على طاقه الانثى وما اتكلمتيش على طاقه الراجل. ما هل حضرتك طاقه الذكر عنصريه؟ هو بيستمتع بالعطاء، الذكر الحق بيستمتع بان هو بيقوم بدوره، بيستمتع بالحمايه، بيستمتع بالسند، بيستمتع بالقيمه المقدمه ان هو يوفر لها، بيستمتع بدوره اللي ربنا خلقه عشان هو كده بقى عظيم. في كل دايره الناس بتاعته، مع امه، مع اخته، مع زوجته، مع بنته،
هو بيمثل لهم الحمايه، التوفير، كل والامان، الامن والامان، سند، القوه. القوه ما اقصدش قوه عضليه، لا، أنا فاهم طبعا. حاجه. القوه من ناحيه انا موجود، ما حدش يقدر يقرب لك، ما حدش يأذيكي، ما حدش يقدر يتكلم، ما حدش، مش هخليكي محتاجه نفسك في حاجه. المفروض ان انا اللي بقوم بده، بدوري، على قد ما ربنا بيقدرني بقوم بيه. هي دي الدور الصح للذكوره، وهو بيبقى مبسوط بده. هو لما بيعمل ده بجد هو في حته تانيه، هو كده عرف يعني ايه على الفطره، حتى في عالم الحيوان. ازاي اشحن طاقتي طيب؟ تشحن طاقتك، اول حاجه انك انت ترتاح وتفصل وتخلص من الطحن، من الشحن السلبي خالص. تعرف ان الطاقات السلبيه دي مش بتاعتك، اللي انت جمعتها طول اليوم. في ناس بتشحن بابسط شيء، انها تاخد شاور، تاخد دش، تنزل تحت الميه. دي حاجه. الصلاه، الذكر، الصدقه، انك تعمل حاجه حلوه لغيرك، لو بكلمه، تقدم الطيب، ده شحن طاقي ليك انت. وقدموا لانفسكم، قدم لنفسك يا اخي، ما تبقاش بخيل ولا شحيح في اي حاجه، حتى لو كلمه حلوه. طبطب، ساعد حد، اعمل حاجه. طول ما انت بتعمل ده فانت في السليم، وهتشحن اول باول. هل في مصر في فعلا علاج بالطاقة الروحانية؟ بص اقول لك على حاجه. بص هقول لك آه، انا جيت للحوار ده ازاي. انا اسف، انا اسف، بس هقطعك ثانية. انا بضحك على كان اللي بيحصل، يعني هي كلها مسميات. تمام. بس انا كنت قاعد مع واحد صاحبي من سنغافورة، ده من لسه راجع، هو عايش هناك ومتجوز وعايش هناك، لسه نازل من عندي مثلا قبل الحلقة بساعتين. يقول لي الحلقة عن ايه، فبقول له الحلقة عن كذا. وقعدنا نتناقش شوية، فلقيته بيطلع لي حاجات كده اهو، هو اتعامل بيها هناك، هي حاجات روحانية، وقعد يكلمني وراني فيديوهات وترجم ايه لي الحاجات وبتاع الروحانيه كلام اللي من ده. طلعها لك؟ ايه الحاجات الروحانيه اللي طلعها لك؟ ايه الادوات؟ لا بصي عارفة، يعني انا قلت له هي عاملة زي إيه؟ هو طلع حاجة مربعة كده، فيها شوية مربعات كتير، فيها زي قمع او زي حاجات صغيرة. عارفة لعبة هويا ويجا 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 هوبا ليكا ما انا هنتوسا متوقعه، منتوسا. والله متوقعه. ايوه، ما بقول حاجه زيها كده. بس هو بيسحله، هو بقى لما ترجم لي هو بيسحله تحت بس هو بيتكلم معاه في حاجه، وهو التاني بيرد. قال لي ما كنتش بستوعب انا برد بايه، ممكن ارد على حاجات انا ما خدتش بالي اللي انا قلتها، بس بعرفها منه. وبيهيأ له اجواء معينه بيعيش فيها. بس هو بقى ما بعد الحكاوي الكتير اللي حس بيها دي، قلت له انت حسيت بحاجه؟ قال لي خرجت مرتاح. انت خدت بالك من كلامك؟ بيهيأ له ايوه، ما انا بقول لك اهو عامل له طاقه اجواء. الوهم، الجو، طاقه. انت عارف ان الايحاء بيشتغل على العقل الباطن؟ انت عارف ان العقل مم. الباطن هو اللي بيتحكم فينا وفي يومنا بنسبه طبعا. 80%؟ صح. انت عارف ان انت لو قلت لك النهارده، لو حد تعبان تعب شديد، انت بتاخد الطفل، الام بتروح لطفلها بتقول له ما تخافش يا حبيبي، تبقى زي الفل، انا تعبان عندي برد. لو قالت له كده خلاص هو خف، هو كده مبسوط مطمن، ايوه. اطمن. فالجسم شغال على هذا الاساس، على الاوردر ده، ان هو اطمن، فبيشتغل. طيب لو جه حد تاني وهيقولوا في تجارب اتعملت بالفعل ان هو عنده مرض خطير وما عندوش حاجه، مم. العقل الباطن او اللاواعي بدأ يشتغل ويدي اوردرات ويعامل الجسم، يتحكم في الجسم على ان هو عنده المرض ده لحد ما مات. ده في تجارب اتعملت، يوحي لحد ان هو انت يعني هتنزل دلوقتي بعد كام دقيقه وكام ساعه، اوريدي الجسم سمع الاوردر، اتسمع، الجسم ينفذ. فانت بتتكلم، هو السحر عباره عن ايه؟ وهم والسحر برضو. من الناس فاسترهبوهم. السحر عباره عن ايه؟ حضرتك إيحاء. قولي لي. إيحاء، وهم، تسليط، وانت امنت باللي حصل ده مع طاقه سلبيه مسلطه قويه في جزئيه معينه، سواء انت ادركت ده او من لم تدرك ده، لانه ما هم بضارين به باحد الا باذن الله. نعم بالله.
طب انت عشان تبقى طاقتك كويسه ما تعمل الخير يا اخي، وتتقي الله وتصلي وتصوم وتتصدق وتتوضى على طول. مفيش حد يقدر عليك لو انت امنت من جواك ان كله بامر الله، مفيش حد هيقدر عليك الا بامر الله، ما حدش يقدر عليك. لكن ممكن نستخدم طاقه الايحاء كطاقه ايجابيه، ان انا ابدا اعمل لك برمجه عصبيه عشان حلو يا تتخلص انجي. من عاده معينه، زي اللي بيستخدموه في الادمان وفي غيره، او في التعاطي، او في ان انا، لان طبيعي انت لما بيكون في حد مثلا حصل بريك اب، حصل انفصال معاه هو ليه اعراض انسحابيه، طب اصدقاء هل مع كل بعض على السحر طول. وهم؟ نعم. هل كل السحر وهم؟ اه السحر يعني وهم. هنا في سؤال بالنسبة لي جميل قوي. ازاي في ناس بتتأثر بالسحر بدون علم ان في سحر؟ ما انا لسه، ما يعني انا قلتها، مثلا. بس انت هقول لك الطاقه السلبيه والهاله بتاعته اصلا، او الطاقه الحاميات الخارجيه اللي بننظمها بطريقه الوضوء مثلا عندنا مثلا كمسلمين، واللي بيتعاملوا بيها بقيه الاديان كنوع درجه من درجات الطهاره والصلوات والذكر، تم اختراقها. انت بتعمل افعال سلبيه كتير. هو الحسد بيأثر في ناس اه، لا في ناس اه وناس لا. ليه؟ في ناس اتعالجت من موضوع الحسد والخوف من الحسد ده خلاص ما بقاش يأثر معاها. ليه؟ انا عامله حلقه كنت عن كفويس اوفر صوتي عن الحسد. انت عايز تعرف ليه الحسد بيأثر فيك من اقل شيء؟ عشان ما هي الحسد زيه زي طاقه السحر، طاقه سلبيه. انا عندي خلل، انا في حاجه غلط بعملها كل يوم، او في حاجه نقطه ضعف عندي بعملها على طول ومش عارفه اتوب عنها ومش عارفه اسيبها، فبالتالي هيجي يضربني في نقطه الضعف بتاعتي، هيضربني في الحته اللي مكشوفه عندي، من كذب، من نميمه، من غش، شهاده زور، طمع، جشع، سرقه، حتى لو بطريقه غير مباشر. اي شيء بتعمله غلط هو نقطه ضعف عندك، فلو تعرضت لموقف زي كده من اي حد، راجع نفسك وتوب عادي، ايه المشكله؟ بطل تعملها. عاش يا انجي. طب هل بص هنا في لو حضرتك خدت بالك من الكومنتس، اعتقد ان السحر موجود لانه مذكور، لكن تأثيره بيعتمد على هالة الايمان للشخص بالظبط. وتحصينه بالظبط. بالاذكار. صح بالظبط. كده؟ فهي نفس ومش كده الكونسيبت بس، بتاع حضرتك. وفي حاجه خلي بالك منها يا استاذه انجي. انجي. لو بتتحصن بالاذكار و... والذكر، ولكن هو بيعمل حاجه غلط ما ترضيش ربنا، بيأذي حد، بياكل اكل حق حد، هو بيلغي تأثير الذكر. حلو. اذكر يعني، معلش واحد يروح مثلا كل مال يتامى وعمال يذكر طول النهار هل ده كده حالته تمام؟ مثلا حد لا بيأذي طبعا. بيوظف الخلق، حد بيتبلى على حد، حد بيفضح حد، هل حالته تمام؟ اذكر من هنا الصبح يا لا. عم، روح تعمل حج وتعالى كل يوم. طب بالظبط. هل في حاجة اسمها بوابات زمنية؟ والله احنا بنسمع، انا زيكم، انا ما عدتش بيها، لو جت في يوم من الايام وعديت بوابه زمنيه حاجه اقول لك. بس اللي اقدر اقوله لك ان البوابه الزمنيه موجوده في الاحلام وانت نايم. الزمن بيختلف وانت نايم عن وانت صاحي، ده بس اللي اقدر اقوله لك. لكن بوابه زمنيه بقى واروح للمستقبل او للماضي وارجع، فما جربتش. اللي جرب يجي يقول لنا. ما حدش جرب من العامه، كلها دراسات وحاجات حوادث هم اللي حاطينها ومنزلينها، وهم اللي معتمدينها برضه، فما حدش شاف حاجه. ايه وقت النضوج؟ هل ليه سن معين؟ وقت سن النضوج، بمعنى النضوج بمعنى ايه؟ في التعاملات ولا في الشعور ولا في الادراك ولا مع الحياه؟ النضوج في ايه بالظبط؟ انا احب السؤال يبقى دقيق اكتر من كده شويه. يعني ايه تعريف نضوج طب بالنسبة لحضرتك؟ ان اشياء كتير يعني قوي ايه نضج؟ بتصغر، اشياء كتير قوي بتصغر في عينك، بتبدا تفوت، بتبقى مرن اكتر في قبول الاخر وقبول اختلافاتك مع الاخرين، ما بتاخدش حاجه على اعصابك، ما بتاخدش حاجه بمحمل شخصي. يعني الوقت اللي انا المفروض ابقى ناضج فيه عامة ان جنرال ان انا اتبع الحاجات اللي مرن، حضرتك قلتها دلوقتي دي. مرن مع اللي غيرك،
وفاهم انك انت مش في سبق، وان اولها زي اخرها. لو قدرت تفكر نفسك، او احنا كلنا لو قدرنا نفكر نفسنا فتره، هنفوق من الانغماس الدنيوي قوي زياده عن اللزوم اللي بياخدنا لتحت، بنبقى مادي ارضي. في حد سال سؤال لفت انتباهي قوي: تفسير الناس اللي بتشعر بشيء وبيحصل بعدها. حلو قوي السؤال ده، اجاوبه؟ اه طبعا اتفضلي، عشان انا من الناس دي. بص يا انجي، كل واحد فينا ربنا مديله حواس كتيره قوي، لحاسه الشعور بالخطر، حاسه الاستقبال والارسال. بما اننا ذكرنا كلمه الطاقه، فالطاقه هو ربنا خلقها. يعني ابسط شيء، الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من العدم، هي بتتشكل في شكل اخر. ما فيش حاجه، ده احنا خدناها في الاحياء واحنا لسه صغيرين قد كده. يعني حتى الحيوان او الحاجات الناطقه والانسان بيتحول لطاقه، بيتحول لبترول. البترول ده بعد كده، بعد قرون مثلا، او مثلا مناجم مثلا كربون، ايا كان بقى يتحول لايه، ويبدا مثلا حاجه تانية او رحله جديده يعني على وجه الارض. مش بتكلم عن الروح، بتكلم على الطاقه عموما. ففي ناس بيبقى عندها حته الاستقبال عاليه. اكتر حد عنده حته الاستقبال عاليه اللي عنده طاقه مائيه شديده او طاقه ناريه في الخريطه الفلكيه بتاعته، واللي هو عنده حته الشفافيه اللي هو القلب الصافي اللي هو متسامح على طول. الحمد هي لله. بدرجات وعلى حسب. إيه الوقت المناسب اللي احس فيه ان لازم الطفل اللي هو ابني او بنتي تستقل، تبقى مستقلية كده؟ او ايه الوقت المناسب اللي اعمل فيه يستقل ده؟ يعني ايه؟ يعني يسيب البيت ويمشي، ولا يبقى ليه لا، خصوصيته؟ يستقل ان هو يبقى ليه خصوصيته، يبقى ليه خصوصيته حاجاته، يبقى ليه خاصه من وهو متطلباته. طفل. خصوصيته لازم يبقى عنده جزء من المساحه والحريه، انت بتبقى مراقبه بس بطريق غير مباشر، توجهه مش تعنفه او تجبره او تحسسه ان هو مقيد مضغوط. لا، لازم يعبر عن نفسه، وان هو يغلط وعادي يتعلم من غلطه. تاخد الامر ببساطه وببرود، لان انت كنت في مكانه وانت صغير. فما ينفعش ان انا اقهره او اجبره باستمرار. في فرق بين الحزم، في فرق بين احنا بنتفق مع بعض. في حاجه ان انا هو عمل غلط، في حاجه اسمها ثواب وعقاب بنتفق عليه مسبقا بعد ما بيكبر، بعد ما يوصل 8 سنين. يا عبد الله وحشني. ايه الروشتة اللي ممكن اديها لحد بيمر بخذلان؟ انا كنت لسه عامله فيديو كان حلو قوي وكان جاب مشاهدات، كان طالع ترند هنا، اللي هو بتاع الصدمات والخذلان والكسره والقهر. اول حاجه يدي نفسه فرصه ان هو يتقبل الخذلان ويتقبل الخساره. تقبل ان انت تم فيك او مريت بموقف اتخذلت فيه، اتقل منك، اتهنت، اتسرقت، كنت مصدق، حسيت انك انت احمق. ما تندمش، تقبل الخساره. بعد مرحله تقبل الخساره لفتره معينه، نبدا بقى نشوف انا كان دوري فين، انا ليه جرالي ده، انا عملت ايه خلى ده يحصل لي. لان انت ليك دور، كده كده ليك دور ايا كان، حتى لو كنت بتقدم كل حاجه حلوه انت ليك دور. نشوف بقى الدور ده ايه الخلل اللي تم، ايه الحدود اللي انا كسرتها او خليت اللي قصادي يكسرها ويتخطاها، وابدا اتعلم من الدرس. ولازم تفهم ان كلنا بنتعلم. وبعد كده درجه درجه، ولو محتاج حد يساعدك قول، اتكلم، فضفض، حتى مع اقرب الناس، اقرب دايره ليك. المهم تفهم، تتعرف على مشاعرك. انا غضبان ليه؟ عشان مثلا هو سرقني. طيب ماشي، هو سرقني، طب وبعدين انا المفروض اعرف ان أنا مش هسمح لحد تاني يسرقني. ومش معنى كده ان انا احط في عيني ان كل الناس حراميه وابقى ماشيه بقى موتوره مهووسه. لا، ده كل حد هيجي يسرقني من ناحيه، دي كارثه. اللي هو الناس كلها عقدة. قتل، الناس كلها وحشه. طول ما انا بقول لنفسي كده هيتكرر النموذج. طب وانت فين ارادتك؟ فين قدرتك على حمايه نفسك؟ فين ده اللي ربنا اداهولك؟ فين حدسك؟ في وقت انت تعرضت فيه لمشكله او لخذلان، انت كنت بتكذب نفسك، وانت عارف ان انت كنت بتكذب نفسك، بتكذب عينيك وبتكذب احساسك. كان بتطلع كلمات قصادك بتدل على اللي قصادك وهيعمل ايه. ودي من رحمه ربنا ان بيخلينا نشوف ونسمع. وفي زلات لسان، في كلمه بتتقال بهزار، مع الصديق، مع الزوج، مع الحبيب، مع الخطيب. انا عملت نفسي مش واخده بالي، ما وقفتش وقلت ستوب. في اوقات كان المفروض تقول فيها لا، ما عرفتش تقول لا، او ما رضيتش تقول لا. ففين دورك؟ وما تعيش دور الضحيه. يا انجي، ما تعيش دور الضحيه. طول ما انت قاعد في دور الضحيه، كل اللي رايح واللي جاي هلطش فيك. أيوة. آخر وطول ما انت سؤال في في دور الفقرة. الضحيه. نعم.
لا لا، كملي كملي، سوري. طول ما انت عايش في دور الضحيه فانت اخترت انك تكون من المستضعفين في الارض. بتبقى طاقه نفور وطاقه سلبيه، وكبيرك عايز اللي رايح والجاي يقول لك معلش، هيقول لك معلش مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، بعد كده يا عم ما تقرفناش بقى، النداب جه، ده هو هيفضل كده على طول مش عايز يتغير. ولازم تعرف انك انت لو ما قمتش وبقيت قوي وحققت نجاح مع نفسك مش عشان الناس، مش عشان حد، ما حدش هيبص لك. صح. وكل ما تنجح وكل ما تعلى، اللي له لازمه واللي ملوش لازمه هيتلم حواليك، اللي كانوا ناسينك هيرفعوا السماعه ويكلموك. يا برنس، اخر سؤال في الفقره الاولى، يعني ايه شغف؟ وازاي اجدد شغفي؟ احلى ده برنس. نوع من انواع المشاعر والشعور، الحماس، الرغبه في ان انا بستمتع وانا حاجه عايزه اوصل لها. انا عايز النهارده اركب عجله، انا عندي شغف رهيب ان انا اسوق العجله واستمتع بكل لحظه فيها وامشي مسافه طويله جدا. بقيت بعمل ده كل يوم مستمتعه بيه. انا عايزه، مش تقيل على قلبي. انا عايزه اقرا واخلص الكتاب عشان اوصل لنتيجه واخد معلومات جديده واذاكرها واحفظها علشان تبقى معايا حلو. ده درجه من درجات الشغف. اجدده ازاي لو الحصول راح على مني؟ شيء، الشغف الحصول على شيء بيرضي شعوري الداخلي، بيرضي الانا بتاعتي، بيرضي عقلي، بيرضي هويتي، برنس والله. بيرضي كياني من جوه. من نورك يا حبيب اخوك. ازاي لو جت عليا فتره مثلا شغفي قل، او اراجع حاجات كتير اشوف، ممكن يكون في ضغوطات عصبيه، ممكن يكون في مشكله، ممكن يكون في تحميل طاقي كبير من اللي حواليا عليا في مسؤوليات وامور كتيره قوي جدا. اشوف انا ممكن اكون مهمله، حالتي البدنيه والذهنيه مش في افضل حاله، تعبانه شويه، في حاجات كتير قوي المفروض إن أنا اقوم بيها، فانا مش قادره اخد الوقت بتاع الشغف بتاعي، اهملت في حق نفسي، حاجات كتير. حد قال لي كلمه في الحوار ده سهله قوي، هقولها وبعد كده ناخد فاصل هنتوصي ونرجع لبعض تاني. ماشي. بقول له انا لو فقدت شغفي ارجعه ازاي؟ قال لي افتكر اولوياتك، وافتكر اللي عليك، وافتكر اللي في رقبتك، هتلاقي نفسك رجع شغفك، رجع لوحده. احلى برنس والله، منور يا حبيب اخوك. فدي نصيحه فعلا، لما الشغف بتاعك تحس ان هو قل او طاقتك قلت، افتكر حلمك، افتكر مسؤولياتك، افتكر الناس اللي في رقبتك، افتكر اهلك، افتكر حاجات كتير قوي. في الاخر هتبقى انت وصلت للحته اللي انت عايزها. أنا مع اول كلمه انت قلتها، افتكر حلمك، افتكر انت هنا ليه بتعمل ايه، افتكر انت عايز تعمل ايه، توصل لايه، مش بس اولوياتك ومسؤولياتك والناس اللي متعلقين في رقبتك. هو مش لازم كل حاجه تبقى متعلقه في رقبتك عشان ما تحسش بتعب وتقول انا مش قادر اكمل، تعبت، انا فقدت القدره. حصل. لا، اشحن نفسك. بتحب محمد منير اه. ولا بتحب حد اكتر منه؟ لا، انا عموما بالنسبه للاغاني بحب كل صوت حلو وكل اغنيه ممكن تكون على مزاجي انا، مش كشخص، يعني انا مش فان لشخص معين، لا، انا أيوة. للاغنيه حلو. طب ايه الاغنيه اللي على مزاجك دلوقتي؟ يعني لمين؟ لا، ما براحتك بقى، اغنيه نشغلها، ناخد فاصل، اشرب سيجاره. الناس اللي عايز يعمل حاجه كده يعني. حضرتك عايزه تعملي حاجه كده؟ خليها على ذوقك، يعني انا بالنسبه لي مرنه، يعني خليها على ذوقك. يلا بينا. وانا جايه معايا، كان جاي معايا محمد منير، بس دلوقتي بقى جاي معايا. بس المناعة يبقى احلى واطعم كل مره توابل هيك منير بتخليك جميل كل اغانيه. حضرتك بقى لو عايز تقفلي الكاميرا تعملي حاجه اتفضلي. صبرا انا نرجع مع تاني. تقريبا كم وقت كم دقيقه؟ عديت وريحان وحبيبتي في حال عندها جناحات امسك